السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأهلي نصب السيرك لنادي الزمالك بأربع أهداف مقابل هدف. الهدف الأول جه عن طريق حسين الشحات، كان في الدقيقة التانية. حسين الشحات دلوقتي طبعا هو بونبونات الكرة المصرية، هو الفاكهة بتاعة الكرة المصرية. حسين الشحات بصراحة هو أحسن لاعب في مصر حاليا، مفيش لاعب في مصر زيه، بسم الله ما شاء الله. على رأي المثل اجري يا وادي يا حسين، اجري هات لنا جون واتنين. وحسين الشحات النهارده قدر ان هو يجيب جونين من اروع الاهداف للنادي الاهلي. الهدف الاول جه في الدقيقه التانية عن طريق حسين الشحات من زاويه صعبه جدا جدا، زاويه ما فيش حد يقدر يجيب منها هدف الا حسين الشحات. الهدف التاني جه في الدقيقه 36 برضه، ليثبت حسين الشحات ان هو من احسن لاعبي النادي الاهلي. وعلى رأي الكابتن مدحت شلبي، هو حسين المليونير مش حسين الشحات، لأن الكرة التانية برضو جت من تسديدة قوية جدا جدا من على حدود منطقة ال18. يعني كورة بصراحة برضو هدف محدش يقدر يجيبه غير إلا لاعب محترف جدا جدا. والجون التالت لعلولو، وعلول حط الزغلول. كان في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضيع في الشوط الأول. علول برضو حط جون ما شاء الله كويس جدا جدا. وعلول حط الزغلول ويخلص الشوط الأول بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء للنادي الأهلي. يبدأ بقى الشوط التاني. الجون الأول والوحيد لنادي الزمالك جه عن طريق زيزو من ضربة جزاء صحيحة، هي فعلا صحيحة. بنسبة يعني 100%. هي يعني إيه؟ هي الأجوات للنادي الأهلي ممكن كانتش تحسب، لكن هي لنادي الزمالك أكيد لازم هتتحسب، عشان احنا عارفين طبعا اللي على الفيديو كابتن أحمد الغندور مش مستاهل يعني اللي احنا نتكلم. فنادى للكابتن البنا، وراح بص عليها على طول. البنا ما خدش ثواني وقال لك على طول ايه بلانتي. الهدف الرابع بيجي لمحمد شريف المخيف اللفندي اللي في حتة تانية عندي. بيجيب الهدف الرابع في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضياع في الشوط التاني. لكن أنا زعلان من لعيبة النادي الأهلي رغم الفوز الكبير 4-1، لأن الأهلي في الشوط التاني كان ممكن يجيب، يعني النتيجة دي كانت ممكن تبقى 7-1 على الأقل. كهربا ضيع جون و... وفي كرة في العارضة. يعني بص بصراحة برضو الزمالك كان له برضو كورتين في العارضة، لكن احنا لو حسبناهم هيبقى 7-3 أو ممكن 8-3 للنادي الأهلي لو اعتبرنا الكورتين اللي في العارضة. واحدة لزيزو، مش فاكر التانية لمين. اللي بتشوطها بدماغه، الشناوي طلعها بإيده، لكن وهي بتطلع كده خبطت في العارضة. يعني احنا لو حسبنا النتيجة ممكن نلاقي 8-3 أو 7-3 للنادي الأهلي. لكن بتمنى من لاعيبة النادي الأهلي بعد كده لما هم يكسبوا فوز كبير في الشوط الأول إن هم يستمروا على نفس اللعب علشان النتيجة تبقى مضاعفة. لكن النادي الأهلي النهاردة بصراحة فرط في سكور كان ممكن يبقى كبير جدا جدا جدا. بس عادي مش مشكلة. طبعا بقى بقول لك كابتن أحمد حسام، خلاص يعني أربعة، يعني مفيش داعي بقى إن أنت تقعد تتكلم بعد كده على النادي الأهلي ولا هو ولا أي حد من الناس اللي كانت بتقعد تتكلم. أسامة حسن وأحمد ديودار وهزازين الرؤوس والكابتن خالد الغندور، يعني كل دول ما عادش في بقى أي حد يتكلم بعد كده. برضو هنيجي برضو نتكلم. حسين الشحات خد مان اوف ذا ماتش. بصراحة هو فعلا يستاهل، لأن حسين الشحات النهاردة كان أحسن لاعب في المباراة. وتتحول الليلة إلى كابوس على نادي الزمالك، ويخلص الماتش 4-1. وبالتوفيق للنادي الأهلي في المباراة الجاية، وهارد لك لنادي الزمالك. بنتمنى إن شاء الله نادي الزمالك برضه يرجع يعني للمستوى اللي احنا عارفينه عنه عشان يكون في منافسة مع النادي الاهلي بجد. لان دلوقتي نادي الزمالك مش هو منافس خالص للنادي الاهلي. احنا النادي الاهلي بيلعب في دوري خالص لوحده خالص، تماما 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 بعيد عن كل الفرق. احنا نتمنى ان نادي بيراميدز ونادي الاهلي ونادي فيوتشر وكل الانديه ديت ان هي يعني تحسن مستواها عشان الدوري يبقى له طعم احسن واحسن. وزي ما احنا عارفين طبعا النادي الاهلي خد الدوري قبل ما يخلص ب5 مواجهات، بفرق طبعا عدد كبير من النقط بينه وبين نادي الزمالك، تقريبا 16 نقطة. دلوقتي أصبح الفرق 19 نقطة.
وبالتوفيق للنادي الأهلي والتوفيق لنادي الزمالك والتوفيق لكل الأندية المصرية. بس دي كانت حلقة اليوم. أتمنى لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.